لو قدامك مبيد 10% ومبيد تاني 35%، تفتكر ان فيهم اقوى؟ طبعا هتقول لي ال 35%، بس للاسف ال 35% مش بالضروره يكون هو اقوى من ال 10%، لان الرقم لوحده بيقول لك تركيز الماده الفعاله جوه المبيد ده او جوه العبوه دي، مش بيقول لك ان المبيد ده هيقتل حشره في خلال قد ايه. ودي واحده من اكتر المقارنات الغلط اللي بنعملها واحنا بنشتري مبيدات. حد يمسك عبوتين من مادتين فعالتين مختلفين، واحده 10% والثانيه 25 او 35 او 70%، ويقول اكيد ال 70% اقوى للحاله اللي عنده، ويقرر بس من الرقم ان الماده دي اقوى بثلاث اربع خمس مرات من الماده الثانيه، لمجرد ان التركيز هنا اقل. علميا المقارنه دي مالهاش معنى خالص، لانك اصلا بتقارن مواد مختلفه، وكل ماده ليها مود اوف اكشن مختلف عن الثاني، وليها جرعات استخدام مختلفه، ده غير ان ليها فورمولا مختلفه وآفة مستهدفه مختلفه. بس حتى لو العبوتين ليهم نفس الماده الفعاله، العبوه اللي تركيزها اعلى مش معناها انك تستخدمها بنفس التركيز اللي هتستخدم بيه العبوه الاقل، لان في حاجه اسمها الليبل في علم المبيدات. الليبل ده هو اللي بيقول لي انا استخدم الماده دي بتركيز قد ايه. يعني انا ما بحطش التركيز من دماغي او بنزل اقرر اقول لك ان المبيد ده هستخدمه بتركيز سنتي او 2 سنتي او 5 سنتي او 10 سنتي، او حتى كب علبه المبيد كلها في البخاخه اللي معايا وارشها، لان في حاجه اسمها معدل الاستخدام او معدل التخفيف. كل ماده وكل فورمولا ليها معدل استخدام وليها تركيز مختلف، ودي نقطه مهمه جدا. اللي يهمني في النهايه مش شكل الرقم قبل التخفيف، لكن اللي يهمني ايه الماده الفعاله، المنتج ده مسجل على اني اف، واستخدامه المعتمد ايه بالظبط. لان ممكن منتج يكون مركز جدا وبيستخدم بتخفيف اقل او بكميه اقل، ومنتج يكون اقل في التركيز وبيستخدم بطريقه مختلفه تماما. فانت لو قارنت الاثنين بس بالنسبه اللي موجود على العبوه، انت فعليا تجاهلت كل المعلومات الباقيه. وعشان كده دايما لما بنبص على منتج، مش اول حاجه بدور عليها هو اكبر رقم موجود او التركيز بتاعها كام فاختار التركيز الاعلى. بدور دايما على الماده الفعاله والفورمولا اللي هي موجوده فيها، يعني نوع المستحلب، هل هو اس سي، اي سي، اي دبليو. وكمان بسال او بدور على التركيز اللي انا هستخدمه اللي دايما بيبقى موجود في الليبل بتاع المبيد. يعني انا هحط كام سنتي على اللتر قبل ما استخدم الماده دي، وهل اصلا الماده دي بتتخفف بميه ولا بتتخفف بايه، ولا ممكن استخدمها كده بشكل مباشر زي باودر التعفير. بعدين ببدا اشوف الماده دي او المنتج ده معمول لاني وظيفه، يعني معمول عشان خاطر يكافح اني طور في اطوار اني حشره. في كمان نقطه مهمه جدا، ما ينفعش انك انت تزود التركيز من دماغك عشان تقول ان اكيد انا لو زودت التركيز اكيد كده المبيد هيبقى اقوى. الجرعه المسجله هي جزء من طريقه الاستخدام، وزيادتها مش معناه اختبار لقوه المبيد. فلو حد قال لك ان المبيد ده 35% والمبيد الثاني 10%، يبقى الاول اقوى. اساله سؤال تاني، 35% من ايه وبيستخدم ازاي، وايه الحشرات اللي هو اصلا معمول عشان يستخدم ضدها. لان الرقم الكبير بيقول لك بس العبوه دي تركيزها كام، مش معناه ان المبيد ده ناجح اصلا للحاله بتاعتك ولا لا. لو عايز تعرف معلومات اكتر عن مبيدات الحشرات تواصل معايا.